ازاي ننصر اخواتنا في فلسطين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 3 حاجات علشان خاطر نجاهد بها المشركين دول. فالجهاد مش جهاد بالنفس بس، لا، في جهاد بالنفس وفي جهاد بالمال وفي جهاد بالالسن باللسان، وطبعا كله على حسب انت تستطيع او تقدر تعمل ايه. فعندك الجهاد بالمال، ودي اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. هتبدا تطلع جزء من مرتبك ويكون المبلغ ده رايح لاخواتنا في فلسطين. تشوف حد ثقه وتطلع الفلوس دي. ايه؟ انت بتقول لي شحنه؟ بتضحك عليا؟ والله شحن. طب بما ان المايك فصل فنكمل بقى الحاجتين اللي فاضلين. الحاجه الثانيه هي الجهاد بالنفس. طب يا عم خالد دلوقتي باب الجهاد مش مفتوح، هنعمل ايه؟ هقول لك هنبدا نستعد للجهاد. هتستعد للجهاد بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اقوي ايماني، الحاجه الثانيه ان انا اقوي جسدي، سواء ان انا انزل الجيم، انزل اتمرن وهكذا. وهقوي ايماني بان انا اتعلم في دين ربنا سبحانه وتعالى، هتعلم القران وتفسير القران، هتعلم الاحاديث، هتعلم سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، واهم حاجه اتعلمها هي العقيده الاسلاميه الصحيحه، عقيده اهل السنه والجماعه. دي اهم حاجه انا اتعلمها. كده انا بستعد وبجهز نفسي ان شاء الله لو حصل جهاد اكون اول واحد رايح. النوع الثالث من الجهاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هو الجهاد باللسان. هتقول لي في حاجه اسمها جهاد باللسان؟ اقول لك ايوه، الجهاد باللسان ده خطير جدا ومهم جدا. لا حول ولا قوه الا بالله. دي شرطه ولا حد مريض ولا ايه؟ ان الجهاد باللسان لا يقل اهميه عن الجهاد بالنفس او الجهاد بالمال. والجهاد باللسان عن طريق ان انا اتكلم مع اصحابي، اتكلم مع المنطقه اللي حواليا، اتكلم على السوشيال ميديا واعرض وانشر القضيه، وان انا اعرف اللي حواليا باهميه القضيه فعلا، وان القضيه ديت قضيتنا احنا كمسلمين مش قضيه اهل غزه بس، وان ربنا سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكلنا واحد، وكلنا مع اخواتنا واخواننا في غزه، وان شاء الله هننصرهم وهنساعدهم بالنفس وبالمال وباللسان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. ربنا يا رب ينصر اخواتنا في فلسطين ويهزم اليهود الملاعين. وخليك فاكر الا ان نصر الله قريب.